معايا كده، هتجيبوا لي الكاميرا عليا. احمد الشيخ غير رغبته ان يصبح لاعبا في النادي الاهلي. قعد في الجامعه امبارح، استخر ربنا، قرر ان هو يروح النادي الاهلي رغم ان الفلوس في الاهلي اللي هيتقاضاها اقل الراتب السنوي من الزمالك. هنا بقى هيروح الاهلي في حاله واحده، لو المبلغ اللي هيدفع فيه من الاهلي زي الزمالك. لكن انا باكد لكم ان احمد الشيخ هو نفسه ووالده واسرته قرروا ان هو رغبته النادي الاهلي. خلال 48 ساعه احمد الشيخ سيصبح لاعبا في النادي الاهلي، وبعد تغيير رغبته بعد ما مضى من شهرين، وبعد كده ما لقاش اي اهتمام. بعد ماتش مصر المقاصه ابتدت العقود تطلع تاني من احمد سليمان، ابتدوا يقعدوا معاه، ابتدى يفكر ان هو يروح النادي الاهلي. وانا بقولها لكم، والنادي الاهلي كلمه واللاعب موافق خلاص على الانتقال، وهيقول ده للي هو محمد عبد السلام بكره انه ينتقل للنادي الاهلي. خبر مهم يا احمد ولا؟ اعتقد